هاي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا يعني راجع من الشغل سخنان كده من موضوع تافه. اوكي. ملوش علاقه بالشغل ده. الموضوع عن حاجه لها علاقه بالسينما، بس هو كان موضوع اتفتح واحنا بندردش وكده وحابب اتكلم عنه لان انا لاحظت تكراره كذا مره. الموضوع بخصوص ان في ناس، مش عايز اقول من جيلي ولكن ناس كتيره جدا منهم من جيلي فعلا والاجيال الاكبر، بيقللوا من الذوق الفني بتاع الأجيال الصغيرة. أنا بتكلم هنا على الناس اللي هي بالذات يعني مواليد الألفينات وسواء بقى كان 2005 2007 ما بعد. وساعات الموضوع بيوصل لما قبل بس مش كتير، يعني برضو بيتنمروا على الذوق الفني لناس مواليد 95 و96 و99 وأواخر التسعينات. ايه سبب التنمر؟ وهل انا معاه ولا ضده؟ انا مبدئيا ضده، بس هنتكلم في الى اي مدى وكده. وهل معاهم حق ولا لا ان هم يتنمروا، او شايف ده صح ولا غلط؟ ايه الحل لحاجه زي كده اللي عايز ادردش فيه في الفيديو دوت؟ هو باختصار، الناس اللي هي شافت سينما زمان، بتكلم هنا عن جيلي وبتكلم على المنطقة اللي احنا عايشين فيها، يعني بتكلم عن منطقة الشرق الأوسط، لأن احنا عندنا بعض الظروف المتشابهة اللي هي مش بتمس مصر بالذات ولكن بتمس المنطقة ككل. إن يعني الفرجة على الأفلام الأجنبية، مش عايز أقول الأمريكية خصوصا، كان شيء من الترف والرفاهية. ده كان مع الناس اللي هي مواليد الثمانينات وما قبل. أي حد مولود في الثمانينات وقبل كده كان عنده إنه يشوف فيلم أمريكي بانتظام أو بسهولة. ده شيء ما كانش سهل. دور السينما في التوقيت دوت، بالذات هنا بقى في مصر، كانت يعني مش بنفس الحجم اللي كانت موجودة عليه زمان، خمسينات وستينات، بالنسبة لعدد السكان، يعني كنسبة وتناسب برضه. ده شيء تاني، ان المنطقة العربية، هنسميها كده المنطقة العربية، كان عندهم بعض القيود الدينية اللي بعد كده برضو نقلوها عندنا يعني، بس مش عايز اتكلم في ده عشان ما اطلعش بره الموضوع. القيود الدينية دي كانت بتخلي ان هما مش بس الافلام الاجنبية ولكن عموما السينما في حد ذاتها هو شيء، يعني ان ما كانش حرام فهو يعني شيء مكروه. او صعب ان انت تتعامل معاه مجتمعيا. يعني في بعض الأحيان مثلا ممكن ياخدوا فيلم مصري، يعني أنا بتكلم على بعض الدول اللي هي مش لازم تكون حتى عربية، ممكن تكون دول إسلامية حتى لا تتحدث العربية. كانوا ممكن ياخدوا فيلم مصري من عندنا، ويفكروا هل نسيب اللقطة اللي فيها رقص شرقي ولا لأ، ويقطعوها ولا لأ، على إنها عمل مش عايز أقول يعني 18 بلس أو حاجة زي كده، ولكن ده كان المعطى. يعني ممكن كانوا يسيبوها لو كان في الآخر الفيلم بيقول إن اللي انتهج هذا الطريق الاستعراضي أو الفني أو كده خد جزاؤه في الآخر، فده معناه إنه، أو لو كانت اللي بتغني كانت جزء من عصابة، فطبعا انتوا عارفين يعني العصابات كلها أشرار، وطبيعي ان يكون في واحدة بتغني في العصابة. قصدي اقول ان التعامل مع الافلام اصلا في المنطقة كان صعب. لما بنرجع ورا ومع انتشار الفيديو، انتشار الفي اتش اس شرايط، يمكن الجيل دلوقتي مش عارف هي ايه، ولكن كان عندنا شرايط زي يعني لما تتفرج دلوقتي النهارده على نتفليكس والمنصات المختلفة، كان عندنا احنا يعني جهاز فيديو بنحط فيه شريط كبير كده اسود، يعني بالمقاس ده كده، تمام، بندخله جوه، والشريط دوت كان بيبقى عليه الفيلم بجودة صغيرة. يعني الريزولوشن كان 320 في 240، حاجة زي لا تناسب التلفزيونات القديمة الضخمة بقى اللي هي السي ار تي الكبيرة ديت، فكانت جودة على قدها وده كان الاوبشن. واغلب الوقت كانت الفيديوهات ديت صعب تناقلها، يعني ما كانش ينفع انك تشتري، كل واحد مثلا عايز يشتري فيديو يروح واخدها، لان اول حاجة كانت التكنولوجي في المنطقة عندنا وفي مصر آه، مش سهل ان انت تنتج كتير. الحاجة التانية، مش أي حد عنده رفاهية إن هو يشتري كل شوية شريط لفيلم جديد، فكنا بنعتمد على تأجير الأفلام. وده شيء احنا خدناه من بره برضو، كان عندهم بلوك باستر وعندهم بعض يعني المحلات اللي بتسمح لهم ان هم يأجروا
الشرايط او كده، بس احنا عندنا ده كان النورم، ده كان الوضع الطبيعي، ان انت ما بتشتريش شريط فيديو الفيلم، انما كنت بتأجر الفيلم دوت وليك مدة معينة وترجعه تاني وهكذا. دي كانت الوسيلة، بص الحاجة جاية، شبه الوحيدة اللي كانت بتسمح لنا ان احنا نتفرج على افلام في مصر. احنا برغم ان القيود الدينيه ابتدت تظهر لينا في السبعينات وكده، لما ابتدينا نستوردها او كده، يعني بعد ما الناس انتبهت فجاه، الله ايه ده التلفزيون، ان هو كان كويس وجميل وكده، فجاه بقى في ناس بتحرم التلفزيون. فعلا في ناس كانت بتحرم التلفزيون نفسه، وجود التلفزيون في البيت ده كان حرام في وقت من الاوقات لبعض الناس في السبعينات وفي الثمانينات، ده حقيقي يعني. فاحنا في مصر كان الوضع افضل الحمد لله. فكان عندنا الحمد لله برضو القناة التانية، قناة البايظين اوكي، قناة تانية، وبعض برضو البرامج اللي على القناة الأولى كانت بتعرض بعض الأفلام الأجنبية والفيديو كليبس باي ذا واي برضو. وكانت بتسمح لنا احنا نتفرج، واحنا كنا مشتاقين. انا بتكلم هنا على ناس مولودة في الثمانينات وما قبل، ناس مشتاقة لهذا النوع من الفن ومش لاقياه بسهولة. و... وكانش لسه بقى في دش، وكانش في لسه حتة ان انت تستقبل قنوات اجنبية، وهنتفرج على التلفزيون عادي. بنتفرج انا في وقت من الاوقات وانا صغير، كان عندي قناة تالتة، ده كان اختراع يعني، فاهم؟ عندنا 3 قنوات، ولو انت في محافظات ما، ممكن بعض المحافظات دي تلقط قناة كمان، القناة الخامسة، القناة الرابعة، حسب انت فين. وهكذا كان عندنا توتال 8 قنوات، ده لما بقى انتشر بقى التلفزيون. بس في البداية احنا كان عندنا 3 قنوات. القناة التالتة دي بتهيألي كانت القاهرة، والقناة الأولى والتانية لكل مصر. القناة التانية كانت بتعرض أفلام في مواعيد بعينها، وكان في برامج زي أوسكار، وكان في بانوراما فرنسية. دول كانوا بيعرضوا أفلام أجنبية، ونادي السينما بصورة معينة. طبعا كان في سينما الأطفال، كانت بتعرض أحيانا بعض أفلام كرتون تقسمها على كذا حلقة. ده كان المتاح عندنا في وقت من الأوقات، ما كانش فيه غيره، وكنا مشتاقين لأن ما كانش عندنا غيره. وابتدت السينما في مصر تتحول لنظام تجاري معين يسمح بدخول العائلات، ده رفاهية، رفاهية مش موجودة عند الجيل الجديد دلوقتي. يعني هو اتولد لقاها عادي، ان هو في عادي ان انا ممكن الاقي سينما من اللي هو زحمة بقى على طوابير وبتاع، واللي هو من الصعب ان انت تاخد فيها اسرتك، والدتك واختك ومراتك، واللي هو مش عايز تبهدلهم، عارف اللي هو ايه، دايما بقى انا شخص مقتنع بالمساواة برضو وكل شيء، بس برضو مقتنع بان انت لازم تكون محافظ على البنوتة اللي انت يعني مسؤول عنها، سواء كانت زوجتك، قريبتك، مامتك، اختك، صاحبتك، فاهم، صديقتك، يعني مش هنكون مرتبطين. بس انا مش هينفع اخدها في مكان انا عارف ان هيكون التعامل فيه صعب، ومحتاج ان احنا نتخانق على التذكرة وحاسب ووسع ومش عارف ايه. ده كان في وقت من الاوقات هو السينمات الوحيدة. وعلى بداية التسعينات مثلا ابتدى يبقى فيه سينمات عائلية اكتر. كنا بنسميها السينما الشتوي. كان عندنا السينما الصيفي اللي هو بره، والسينما الشتوي اللي هو انت مقفول عليك وكده. وفاكر اول فيلم دخلته سينما، كنت انا طفل، كان لو كان نزل في نفس الميعاد، دي حاجة هحكيها برضو دلوقتي. سنة 89 كان فيلم باتمان، أول فيلم دخله كان في سينما التحرير، كانت في الدقي. ده كان أول فيلم أقدر أدخله. وكانت أول سينما في التطوير الحديث تقريبا لدخول العائلات، ان هو اي حد عايز يدخل مش هيبقى قلقان على اسرته من الخناقات والدوشه والزحمه والمود اللي هو ممكن يعكر مود الفيلم نفسه يعني، ويبوظ لك الفسحه. في السينما دي فسحه. ف... فسينما التحرير ثم سينما نورماندي برضو من الافلام، من السينمات اللي بقت بتعرض افلام انا ما كنتش اقدر اشوفها لو ما كانتش السينما دي ظهرت. شفت كتير بقى، يعني انا بتكلم، انا مش عايز اقول فيلم شفت ايه، بس قصدي اقول ان ده بالنسبه لي كان حدث، شيء مش من السهل ان انا اشوفه. مش ان انا النهارده ادخل زي الجيل الجديد، وده مش حاجه، مش متضايق منهم، انا بس بوضح ان ده شيء هم مش فاهمين هو قد ايه صعب. وقد ايه ما كانش متاح بسهوله في المنطقه، ومش في مصر بس، في المنطقه كلها. ان انا اخش واروح مختار انا عايز اتفرج على فيلم ايه النهارده،
ده ما كانش متاح. طب هنزل على البي سي، البي سي في وقت الثمانينات والتسعينات ما كانش اوائل التسعينات، عشان بس ما اواخر التسعينات كانت الموضوع اتحسن شويه، ما كانش ينفع اجيب فيلم واروح اتفرج عليه على على البي سي عندي. يعني انا ابتديت من وقت الدوس ده كان يعني زي اوبريتنج سيستم من غير اصلا شبابيك ومن غير فيجواليزيشن، مش شايف حاجه، مفيش جرافيكس. فانت بتكتب الاوامر، اللي هو انا عايز اخش على فولدر كذا وشغل لي الابلكيشن اللي اسمه كذا، بكتب له سي دي سبيس كذا داير سلاش دبليو عشان اجيب الدايركتوري واختار كذا دوت اي اكس اي شغل لي دوت وذات ست. ما كانش فيه بقى المساحات اللي تفتح لي ان انا اتفرج على افلام، ولا كان الكروت الشاشه وقتها تقدر تعرض لي حاجه اكبر من ريزولوشن معين. ولما حتى دخلت الافلام وبقت ديجيتايزد في الوقت بتاع التسعينات اواخر التسعينات اكتر يعني، وبدايه الالفيه، كان الريزولوشن كان متهالك يعني، والصوت وحش جدا وجوده وحشه يعني. ما كانش فيه بقى الدقه بتاعه البلوراي وحتى الدي في دي ده كان يعني شيء جلل يعني حصل في القرن ان هو بقى منتشر يعني بقى في القرن الجديد اكتر ما من زمان يعني. فكل الامكانيات اللي هي كانت متاحه للجيل بتاع النهارده ده ما كانش موجوده عندنا. وده انتج عنه ايه؟ ان في ناس كتيره من جيلي، تعال نعترف بقى، ما شافوش افلام اصلا، يعني ما شافش اصلا افلام اجنبيه. وخلى الناس اللي من جيلي وما قبل اللي بيتفرجوا على سينما اجنبيه، وهنا مش بخصص السينما الامريكيه بالذات، كان يعني قليلين. وان انت تلاقي حد تتكلم معاه خصوصا واحنا صغيرين كان مش سهل قوي. فبقوا حاسين ان هم نخبة، يعني حاسين ان هم شيء، يعني ايه، احنا بقى اللي احنا اللي جامدين، احنا اللي عارفين مين ستانلي كوبريك، احنا اللي عارفين مين ستيفن سبيلبرج ومتابعين الفيلم الجديد بتاعه وعايزين نخش كذا واحنا اللي عارفين السلاسل القديمة، وشفنا 12 انجري مان قبل اي حد يعني افلام من الخمسينات، بس احنا لما شفناها على كبر، شفناها على كبر بالنسبه لهم. يعني انت شفت الفيلم بعد ما نزل عندهم ب 30 سنه، وبنتفرج بقى على فيلم، يعني فيلم اسطوري اسطوري بجد. فكنا بنشوف افلام، وكل ما فيلم يقع قدامنا نشوفه. ده عارف، ده ماتيريال، عارف. مع الفارق كده لما حد يلاقي، يعني حد مدمن مثلا ويلاقي قدامه حته حشيش، ده خلاص بقى نجمع بقى كل اصحابنا قالوا احنا معانا حته حشيش وبتاع، حاجه زي كده. الافلام كان بيتم معاملتها بالمعامله دي ان هو كنز كنز وبيتم تداوله. وعندك واحد صاحبك بيستلف منه شرايط فيديو، ومين اصلا عنده فيديو؟ فاكرين فيلم ثقافي حاجه زي مين اصلا عنده فيديو؟ ومين بقى نيجي نتفرج عنده وحاجات زي كده. بتكلم على الافلام العاديه بقى، مش بتكلم على الافلام الثقافيه. فده كان بيخلي الناس اللي هي شافت بقى افلام كتير، اول حاجه هم شافوا كل الافلام ممكنه، شافوا كل الافلام اللي انت ممكن تتخيلها، والافلام دي بانواعها. يعني انت شايف النهارده الفيلم ده والفيلم ده والفيلم ده جنرا بقى، عندك اكشن وعندك رعب وعندك افلام دراما ودوكيومنتريز، كل حاجه بتقع تحت ايدك النهارده جايه على نادي السينما كذا، روح اتفرج عليه. حتى لو انا ما اعرفش هو ايه، مفيش اصلا لا تريلر ولا في اي حاجه بتقول لك ده ايه. انا جه اختراع بعد كده ان في الشريط، واصلا انا بطول في الحته دي عشان ابين لك الناس دي عانت من ايه. انا مش بطول الفيديو ده عشان اخش واقول لك على طول حل كذا، لا، انا جاي اقول لك الناس دي بتتنمر عليهم ليه. لان ده كان صعب. انا وصلت لك الفكره. طيب فبنلاقي بقى حد من الجيل الجديد بيجي يطلع يقول على فيلم الام سي يو، الافلام مارفل، انه احلى فيلم شافه في حياته ويدافع عنه. وهو بالنسبه لهم، معلش انا هتكلم بالنسبه لهم، هو ده فيلم يا حبيبي؟ هو هيقول كده، فاهم؟ لكن انا ما اقدرش ازايد عليه برضو. يعني ليه؟ لان ده نفس انت وقت ما كنت صغير وبتدور لسه وبتشوف افلام وبتاع، اول فيلم شفته في حياتك هيبقى بالنسبه لك فيلم خطير، اول مره تشوف التجربه دي. بس طول ما انت بتكبر تشوف افلام اكتر، بتبتدي تعرف لوحدك، مش حد اللي هيقول لك، مش هيجي حد يقول لك على فكره الفيلم تشوف دوت مش احسن حاجه. هو انت عشان انت شفت الفيلم ده وشفت افلام تانية، لكن هو شافش حاجه. ده بالنسبه له دي اول فيلم، اول نوعيه افلام يتابعها. فانا مش متضايق لما في حد بيجي يقول على الام سي يو مثلا ان هي سلسله افلام خطيره، او هي مش خطيره ولا حاجه. وهقول لك الدليل على كده ايه. ان في ناس النهارده بتيجي تقول، الناس نفسها اللي هي فانز الام سي يو، فانز المارفل، فانز الافلام بتاعه دي سي وكده، بيجوا يقولوا بعد كده الافلام الجديده في عالم مارفل ما بقتش زي زمان. لا، هو انت اللي ذوقك اتحسن على فكره يعني جوده الافلام ما اتغيرتش قوي كده. وبرغم ان انا اعترف على فكره ان انا متابع برضه مارفل،
ان الافلام الجديده مش كلها ولكن كتير جدا منها الجوده بتاعتها اقل بصوره ملحوظه من اللي فات. لكن في افلام من الجديده على فكره مش حلوه ولا حاجه، بس بس بنفس جوده القديم اللي انت كنت فاكره حلو. يعني انا لما اجي بقى ابص على مارفل كلها، انا بتكلم عن نفسي ومش بتنمر على الناس اللي هي شايفه افلام مارفل كلها حلوه وده حقها وكده. انا شايف ان يعني لو جبنا من كل الافلام ديت تلات اربع افلام نقول عليهم افلام حلوه ونرشحها للناس، ده يبقى هايل قوي. ده يبقى هايل قوي. بس هل ده معناه ان انا اتريق على الناس اللي هي بتقول على افلام مارفل كويسه؟ لا، ده انا مبسوط ان هم عندهم الحاجه اللي انا كنت مفتقدها وانا صغير. وشايف ان فرصه ان انا اخده من ايده بقى وازقه ويشوف افلام تانية من غير ما اتريق على الافلام اللي هو بيحبها، دي فرصه اكبر. ف... فطبعا دي ميزه وميزه مهمه جدا بالنسبه لدوت. يعني انا تاني بقى شايف ان انا اخد حد من جيل القديم واقول له امسك اي حد راندم من الجيل القديم واقول له انت شفت افلام ايه اجنبي، مش هتلاقي كتير شافه. بس اللي شافه كتير. تمام. لكن من الجيل الجديد هتلاقي انه لا، متابع ومتابع اول باول. ويمكن مش عايز اقول مأخذي، لكن نصيحتي ليهم انك زي ما بتشوف الجديد اللي بينزل، جرب كده وشوف حاجات من القديم. مش عايز اقول لك ارجع ورا قوي، يعني مش لازم ترجع يعني. مش بقول لك ارجع السينما الصامته. تمام. بس ارجع للتسعينات. شوف التسعينات دي حقبه ذهبيه، ذهبيه للافلام. وحاول لو انت عجبك مخرج من المخرجين اللي بيخرجوا دلوقتي، حاول تشوف له فيلم قديم. يعني لو شفت حاجه مثلا لدوج ليمان ولا لكوينتين تارانتينو ولا لمارتن سكورسيزي عجبتك، ارجع ورا وشوف كل بقى افلامه. دي فرصه. ده بقى ايه اللي هو السحبه بتاعتك. هو ده اللي على فكره اللي بيخلي ناس يعني اللي هيشوف تاكسي درايفر هيشوفه ازاي؟ ممكن يكون شاف ذا ديبارتد مثلا، اللي هو على فكره بعض الناس دلوقتي شايفينه فيلم قديم. آه، لكن لو جيت النهارده قلت لحد لسه مواليد مثلا 2012 او كده، على فكره 2012 النهارده ده كبير مش صغير، يعني ده مراهق. ده بيخطو خطواته اللي بتشكل ذوقه بقيه حياته دلوقتي. فالشخص ده لو جيت قلت له النهارده اتفرج على فيلم قديم من الثمانينات ولا من السبعينات، وقلت له النهارده شوف انت بتحب افلام الرعب، طب تعالى شوف فيلم ذا ثينج. ده تحدي. ثينج بتاع سنه 82، ده فيلم رائع بالنسبه لي. بس لو في واحد ما شافش افلام ولسه بيتفرج، مش هيبقى مهتم اصلا يتفرج على حاجه زي كده. وما ينفعش اقول له ايه ده انت عاجبك سلسله كونجرينج؟ ده انت اصلك ما شفتش زمان بقى ما شفتش ذا اكسورسيست الاولاني بتاع مش عارف سنه كام و70 تلاقي 77 لو انا فاكر صح، مش فاكر بصراحه كام بالظبط، ولا 73. وما شفتش تشين سو ماثاكر، وما شفتش ذا ثينج، وما شفتش الين الاولاني بتاع سنه 79، ما شفتش هالوين الاولاني برضه، ما فيه هالوين كتير دلوقتي. فاهم؟ فمش هاجي اقول له كده، انما هعرض عليه اقول له طب ما تشوف كذا، تشوف كذا، تشوف كذا. الناس دي يعني انا مش بتنمر عليهم، هم صعبانين عليا، هي دي الكلمه الصح. انا صعبان عليا واحد فاكر ان فايت كلاب هو احسن فيلم في الدنيا. ليه؟ لانه ما شافش غيره. وفي واحد من الناس اللي هي غششته غلط، او حتى من غير ما تغششه بس هو شافه في فيديو، يعني من الفيديوهات اللي الناس بتتكلم فيها على الافلام وكده، اتكلم بطريقه معينه على فايت كلاب فافتكر ان علشان يبان عميق بقى وبتاع افلام انا هقول فايت كلاب هو احسن حاجه في الدنيا مثلا. طب ما تشوف حاجات تانية. ما دام عجبك فايت كلاب، فايت كلاب حلو جدا، انا مش بقلل من فايت كلاب، بس مش معنى انا يعني خبطت على الباب وبصيت كده ان انا عارف الاوضه كلها. خش وشوف الاوضه كلها. ده اللي انا بحاول اقوله لك. يبقى انا عندي نصيحتين ماشيين في اتجاهين مختلفين: نصيحه للجيل بتاعي والاكبر، ونصيحه للناس اللي اصغر مني اللي عندهم متع ويعني وعندهم نعم الجيل بتاعي والجيل اللي قبلي ما كانش عنده نفس الوصول ليها بنفس السهوله. نصيحتي للجيل اللي هو بتاعي: لا، ما تتريقش وبلاش تعيش دور النخبة. انت مش نخبة. تمام. وبلاش تفتكر ان انت حتى لو انت ناقد وشغلتك ان انت ناقد وشغلتك ان انت تعلق مين الفيلم كويس ومين الفيلم وحش. انا قعدت مع ناس من جيلي وزعلت جدا والله. انا قعدت ناس من جيلي بيقللوا من فيلم لورد اوف ذا رينجز
الافلام الثلاثيه، مش بتكلم على هوبت حتى علشان عارف ان جودتها اقل، انا كان بيتريقوا على ثلاثيه لورد اوف ذا رينجز و... وعلى الناس اللي بتتفرج وبتحب لورد اوف ذا رينجز وبتتريق على هاري بوتر. انا عارف طبعا بالنسبه للناس دلوقتي من جيل اصغر مني ده جريمه. بس بالنسبه لهم وانا متفهم هم بيقولوا كده ليه، بس في نفس الوقت غلط. انت حطيت نفسك بقى في حته البرج العاجي بقى، انا قاعد فوق، كل الناس اللي هي ما بتفهمش دي بيتفرجوا على افلام تجاريه، وانا اللي بتفرج على افلام انا بس اللي اقول ان دي كويسه ودي وحشه، محدش تاني يقول. لما انا اقول على الفيلم بتاع الباتشينو دوت حلو، فكلكم لازم تشوفوه قبل ما تتكلموا معايا. هو ده اللي بيعملوه، انا شفت دوت. وللاسف الناس دي ناس شغاله ساعات جوه المجال، أنا مش عايز اقول اسامي، ناس شغاله جوه المجال. يعني ناس ممكن يكونوا انت تعرفهم، لو قلت الاسم دوت ده مخرج فيلم كذا، ده المنتج اللي بيشتغل في كذا and so on. فده حزين، يعني ده شيء حزين. بدل ما انت تعمل دورك الحقيقي، دور اللي هو يعني انصح الناس تتفرج على ايه وتعمل ايه وحاجات زي. وعلى فكره انت لو عملت ده، خصوصا بقى لما تكون شغال في المجال، لما تعمل ده وانت شغال في المجال هنطلع بقى يعني طاقم كله يعني فاهم وفاهم سينما بقى صح. انا بشوف ساعات، وانا هنا مش بزايد برضه مش بتريق، انا بقول ان ده مزعلني وعايزه يتحسن. انا بشوف مخرجين ثقافتهم السينمائيه قليله، وانا بتكلم على مخرجين جدد كمان، انا مش عايز اتكلم على مخرجين قدام، لان لو مخرجين قدام وكده دي مصيبه. لكن مخرج جديد واتولد في الظروف اللي انا كنت بحكيها دلوقتي، فما شافش غير الافلام اللي هي هنسميها بقى هنا تجاريه او كده، وما شافش افلام تانية ممكن تكون احسن، لمجرد ان هو دخل السينما مرتين فعجبه كويس. انت عجبك الافلام ديت فاشتغلت مخرج، وده جميل. بس شوف بقى ده الهوم ورك بتاعك. زي ما انا بشتغل في حاجه معينه، مش هقول انا بشتغل ايه عشان ما بقاش، عشان الناس اللي عارفه انا بشتغل ايه هيتريقوا دلوقتي يقولوا هو لازم يقول كل مره هو شغال كذا زي الناس اللي بتشتغل. طب عرفت خلاص انا شغال ايه دلوقتي. لازم اكون عارف الجديد عندي ايه، ولا انا وقفت في حته معينه. انت كمان بقى لو انت شغال مخرج، لو انت شغال مصور، لو انت شغال ممثل، لازم تشوف كل حاجه، التطوير كله، نشوف الدنيا كلها حصل فيها ايه من البدايه للنهايه. ومين اللي هيقول له حاجه زي كده؟ الكبار بقى، الجيل بتاعنا هو ده اللي يجي يقول له تعالى وشوف كذا وشوف كذا وشوف كذا، ايه رايك تشوفه معايا، وتسهل حاجه زي كده. يعني ليه ما اصول الثقافه ما بتعرضش حاجات زي كده؟ ليه الناس اللي بتطلع على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب من الناس اللي هم من جيلي وجيل الاكبر ما يرشحوش افلام قديمه اكتر من غير ما يتريقوا على الافلام الجديده؟ في فيلم نزل قريب اللي هو دراكولا لاف تيل. دراكولا لاف تيل انا بالنسبه لي فيلم عادي، يعني مش فيلم كويس مش وحش، بس فيلم عادي. هتريق عليه؟ لا مش هتريق، ولا هتريق على الناس اللي شافته اعظم فيلم دراكولا. في ناس بتتكلم كده، في ناس بتتكلم كده، في ناس يعني شايفه ان فيلم سينرز اللي نزل مش فاكر كام 2025 شهر كام، شايفينه ان هو فيلم ما حصلش. هل ده يقلل منهم؟ لا، انا متفهم هم ليه شايفينه فيلم ما حصلش. لكن في الكاتيجوري بتاعته، في الجنرا بتاعته، في الاسلوب بتاعه ده، نفس المخرج بتاعه عنده افلام احسن. طب ما نشوفها، يعني ما دام عجبك ده، طب ما تيجي نشوف دوت ودوت ودوت، حاجات زي كده. والافلام التجاريه مش عيب، يعني الافلام التجاريه نفسها في حد ذاتها بتقدم قيمه وبتاثر على افلام زي ميشن امبوسيبل مثلا. ناس كتير بتتريق عليها على فكره، وناس من اللي هم الجيل الجديد كمان بيجي يتريق عليها. لا انت لما تيجي تبص لها لا فيها برضو ما فيها الفايده اللي ممكن تتقدم، وساعات فيها يعني الترفيه في حد ذاته على فكره مش حاجه سطحيه. انك تعرف تعمل فيلم ترفيهي ده شيء يعني مش اي حد يعرف يعمله. وبالتالي هتيجي تبص بقى الافلام زي هاري بوتر ولورد اوف ذا رينجز والام سي يو نفسها على افلام بتقدم قيمه ايه وعيوبها ايه، تبقى عارف ايه المشاكل اللي عندها، وايه اللي كان ممكن يتعمل احسن، وايه الافلام اللي انا لو مكانهم هعملها. انا بشتغل مخرج بقى، تمام. طب ولو انا مشاهد عادي، كبر ثقافتك ديت. انا النهارده تاني بكلم الجيل الجديد، ما تشوفش بس الموجود النهارده، ما تشوفش اللي نازل جديد على نتفليكس ايه، شوف القديم فاتك ايه. ما موجود برضو على نتفليكس وموجود على كل المنصات اللي انت بتتفرج عليها. وعندنا سينمات في مصر بتعرض افلام باثر رجعي ورا، زي سينما زاويه مثلا. يعني من سنتين ثلاثه كده كانوا عاملين شهر بيتكلم على كل افلام ستانلي كوبريك.
ليه ما نشوفش حاجه زي، مش ما كانش كلها بس كان نسبه كبيره منها، وبيعرض الفيلم اكتر من يوم. يعني مثلا نزلوا 2001 سبيس اوديسي يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. طب ليه ما رحت تشوف حاجه زي كده؟ وفرصه وانت معاك صحابك. تمام. فدي فرص سهل ان انت تعملها في بيتك النهارده، تفتح وتشوف وتشكر نفسك بعدها، تلاقي نفسك شكرت نفسك بعدها. في ناس منهم هيجوا يشوفوا فيلم ويقولوا لا ما اتبسطناش، مش مشكله، انساه. انت يمكن مش جاهز النهارده، مفيش مشكله، عادي، احنا بنطور نفسنا مع الوقت. ارجع شوفه تاني كمان 4 5 سنين، يمكن انت اللي تبقى عايز تبص له بصه تانيه. وده بيحصل، ذوقنا لازم يتغير. ما ينفعش النهارده يكون فيلمي المفضل كذا وبعد 20 سنه، ده هيحصل في اعماركم برضه، بعد 20 سنه اقول هو نفس الفيلم. ده معناه انا شفتش افلام، ده معناه ان انا مش وقفت عند المرحله دي وما رضيتش اطور نفسي، ما رضيتش اطور نفسي. انا عايز اقول لك ان في بعض المخرجين بييجوا يشوفوا افلامهم القديمه فيروحوا عاملينها هي تاني. جورج لوكاس جه عمل ستار وورز، نزلت منها اكتر من نسخه، عمل دايركتور سكات كذا مره. دي نزلت سينما، الستار وورز القدام بتوع السبعينات نزلوا سينما في 97 مثلا، وبعد ما جدد فيها وغير فيها وحسن فيها. فاذا كان المخرج شايف ان فيلمه نفسه بيتحسن، انت ذوقك مش هيتحسن؟ لازم نحسنه طبعا، لازم انت كمان تفكر في الموضوع ده. يعني ده مش عيب. احنا عمرنا ما هنعرف كل، ولا في حد مهما عمل فيها جامد شاف كل افلام الدنيا، ومش لازم اصلا نشوف كل افلام الدنيا. في قصه كده وانا صغير، قصه الاطفال، بس قصه فيها حته ملهمه كده. بطه، البطه ديت خلفت فرخ بط صغير. طلعوا من البيضه كلهم مع بعض، الاخوات مع بعض كده. فطلعوا، اول ما طلعوا شافوا مامتهم وبصوا حواليهم، فشافوا ايه بالنسبه لهم؟ دي الدنيا. فقالوا ياه، دي الدنيا دي حلوه قوي. تمام. فمامتهم قالت لهم هو اللي انتوا شفتوه ده، يعني اللي انتوا شفتوه دوت فاكرينه الدنيا؟ دي مش الدنيا. تمام. والدنيا اكبر من اللي انتوا شايفينه كبير كده. انتوا معاكوا كنز، وانا كنت اتمنى وانا مكانكم ان انا اشوف الكنز ده ويكون عندي نفس القابليه ديت. انا يبقى عندي السهوله في ان انا اخد كل يعني المتع السينمائيه ديت بسهوله. وانت لازال عندك وقت. لما بتيجي يعني تخش في معمعة الحياة أكتر وتخش الجامعة ثم تتخرج ثم تشتغل ويكون عندك مسؤوليات لأهلك وكده، الوقت اللي هو الفاضي بيقل شوية مع زيادة مسؤولياتك. استغل الفرصة دي في ان انت تحسن ذوقك، انت تعلي من قيمة ما هو ده علم برضو، بس من قيمة المكتسبات الإنسانية اللي انت بتاخدها. شخصيتك فعلا هتتغير، هتفرق كتير جدا في ثقافتك، ووقتها انت اللي هتخلي، بص بقى، الافلام التجاريه المصريه اللي هي ما بتعجبكش تتحسن، لان هتبقى انت مش لوحدك، هيبقى ناس كتيره زيك كده ما بيقبلوش غير بستاندرد معين. فوقتها المخرج والمنتج عايز يعلى بذوقه، ما دام بقى الموضوع هو ارضاء للجماهير، انا عايز اعلى بالقيمه الفنيه اللي انا بقدمها عشان اطلع حاجه ترضي الشخص ده. لكن لو انا ما بتفرجش غير على فيلمين تلاتة، فخلاص اي حاجة هتنزل هيتقال عليها نمبر 1. صح ولا ايه؟ طولت عليكم. يعني سبب القصة دي كلها وسبب الحدوتة دي كلها موقف حصل كده، كنا بندردش في حاجة واتضايقت ان في حد من جيلي وقاعد بيتريق، يعني فاكر ان هو كده يعني عارف اكتر، وحتى ممكن يكون عارف اكتر، بس ما ينفعش يتريق على حد. وهو نفسه لو رجع بالزمن وقعد يفتكر السينمات، هو كان بيتفرج على ايه وكان بيحب ايه وهو صغير. انا وانا صغير كنت بحب فيلم مورتال كومبات وانا صغير خالص. الفيلم ده نزل سنة 95. فسنة 95 ده من زمان قوي. واو. سنة 95 لما يعجبني فيلم مورتال كومبات انا متفهم ليه، لان انا كانت ثقافتي السينمائية وقتها على قدها. لكن ما ينفعش النهارده اقول ان فيلم مورتال كومبات بتاع 95 دوت من احسن 10 افلام شفتها. كان زمان كان من احسن 5 افلام شفتها. ده التقدم اللي انت ممكن تعمله برضو بصوره او باخرى. برضو مش بقول مورتال كومبات وحش ولا حلو، انا بس بقول ان السينما كلها حلوه، التجربه دي جميله، عممها بقى، ما تربطش نفسك بنفس الطبق اللي انت بتاكل منه كل يوم ونفس الاكل. طولت عليكم، اشوفكم على خير.